السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندس نسيم سويد، و بكمل كلامي عن موضوع القانونيات وشعاري الكلمة الصادقة والمعلومة الصادقة للجميع. أنا اتكلمت في فيديوهين قبل كده عن جهة الولاية وعن وضع اليد. النهاردة هتكلم عن الريف المصري. كتير جدا بنسأل نسمع أرض، يعني إيه ريف مصري؟ يقول لك هي دي ريف مصري، هي دي محافظة، هي دي كذا. أنا قلت لكم في حاجة اسمها جهة الولاية، فخلينا في الأراضي اللي جهة الولاية بتاعتها هي شركة تنمية الريف المصري اللي أنشئت في عهد الرئيس السيسي بغرض استصلاح أو استكمال البرنامج بتاع الرئيس السيسي اللي هو استصلاح 1.5 مليون فدان. او كبدايه، يعني المشروع 5 مليون فدان، فكبدايه 1.5 مليون فدان. اتكلمت قبل كده ان شركه تنميه الريف المصري كجهه ولايه ممكن تعمل كذا نوع من الاراضي. يعني ممكن تيجي تعمل مبادره، مثلا مبادره 5 فدان مثلا، والشباب يروحوا ياخدوا 5 فدان وياخدوا مثلا بيت وزريبه ويبتدي يشتغلوا. ممكن تعمل نشاطات تانية، ممكن تعمل يبقى في تبعها مثلا وضع يد. من افضل الجهات الولايه اللي بتتعامل في موضوع وضع اليد دوت شركه تنميه الريف المصري. ليه؟ بتروح في ملف وضع يد، صدر له امر دفع، الراجل ده هيتنازل، هيتنقل باسمك، هتبتدي تدفع القسط الاول. بس عيبه ايه او مشكلته فين؟ نفرض انت واخد مثلا 20 فدان، وراح الراجل وضع يد نازل لك، وانت هيصدر لك امر دفع عشان تبقى ايه، يعني مظبط نفسك. هتلاقي مثلا ال 20 فدان دول، الفدان مثلا مربوط ب 50,000 جنيه. خلاص، فانت ال 50,000 جنيه دول هتدفعهم على 5 سنين. فانت النهارده مطلوب منك تدفع دلوقتي وقت، غير اللي انت لسه دافع تمن الارض مثلا 20,000 ولا 25 ولا 30,000، مطلوب تدفع لل 20 فدان دول 200,000 جنيه، والسنه الجايه 200,000، والسنه الجايه 200,000. ومطلوب ان انت تستصلح وتزرع وتعمل البير والطاقه مثلا لو هم مش معمولين، او لو معمولين طبعا هيبقى سعر الفدان اعلى من كده، هيبقى سعر الفدان معدي 60 و70 الف جنيه و80 الف جنيه. طيب، ايه بقى الاراضي بتاعت اللي هو بيت القصيد وموضوع الفيديو ده بتاعت شركه تنميه الريف المصري؟ يقول لك ريف مصر وشركات بتبيع.